يقولون السيارة مجرد قطعة حديد وسيلة تنقلك من نقطة ألف إلى نقطة باء، لكن اللي عاش تفاصيل خطوط وسهر ليالي جدد ويصلح يعرف أعمق من كذا بكثير. في عام 2021 بدأت حكايتي مع هالمزيونة الأوبتيما اللي كلكم خابرينها. شريتها ماشية 200 ألف كيلومتر، كانت بداية رحلتنا في اليوتيوب. ما توقعت في يوم من الأيام أنها بتوصلني لهنا. بدأت بالتجديد معها والطموح بسيط، ما كنت أتوقع استمرارية في اليوتيوب. ما دريت أن هالموتر بيشاركني أجمل وأصعب لحظات حياتي. سافرت عليها يمين يسار، من القصيم، من مكة، ومن الطائف للدمام، وصل للأحساء والدوادمي. ما كانت تشتكي ولا كانت تخذلني، كانت معي وانا اشتري الديدسون 91 وال97، وكانت معي في مهام للجيب، شاهدة على كل خطوة خطيتها. مرت علينا ايام صعبة، صدمات، حوادث، وقفات الصناعية وتشاليح، مرات ندور باب او صدام او قطعة مختلفة لها، سواء لها او للجيب او لسيارة ثانية عندنا. نطيح ونقوم سوا انا وياها، في كل مرة كانت ترجع للخط اقوى من قبل. لكن دوام الحال من المحال. من نهاية 2025 وبعد ما وصلت النص مليون كيلومتر، تعب القلب. للأسف باستميت توقفوا عن العمل، وكأنها تقول لي أنا عطيتك كل اللي عندي وجاء وقت الراحة. في فيديو اليوم ما راح أتكلم بس عن سيارة عطلانة، راح أستعرض معكم ذكريات 300 ألف كيلومتر من الوفاء، من التجديد، ومن الخطوط إلى ما تنتهي هذه القصة مع الأوبتيما، من أول يوم إلى لحظة الوداع. لكن هل فعلا هذه نهايتها؟ هل أقدر أفرط في الأوبتيما؟ المنطق يقول الموتور مشى 500 ألف والماكينة ودعت والبدي جاه قسمه، يعني السيارة أدت رسالتها وزيادة. لكن العشرة لها حكم ثاني. صحيح باستمين وقفوا عن العمل، صحيح القلب تعب، ولكن الذكريات اللي في كل زاوية مع هالسيارة ما تخليني أتركها تشليع. عشان كذا قررت اليوم أننا ما نودعها. اليوم بنعطيها فرصة ثانية، بنفتح القلب، بنفك الماكينة، وبنشوف ايش اللي صار داخل بعد نص مليون كيلومتر من الكرف. رحلة الانعاش تبدأ. راح نرجع الأوبتيما للحياة، وراح نخلي 500 ألف كيلومتر مجرد رقم، وبداية العداد جديد وقصة جديدة. خلونا ننزل للورشة ونبدأ أول خطوة في إعداد نبض هالمزيونة. رمضان رمضان نور قلوبنا، نور قلوبنا رمضان. السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد. كيف المقدمة بالله؟ أعطيتكم مقدمة كذا قال لكم أجواء، ممكن نستمر على هالمقدمات مستقبلا، وممكن آخر مرة وأول مرة، معيش. على العموم يا الربع، قبل بداية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. ننزل الموتر من السطح ونبدأ معكم في المهمة. طيب وصلنا الأوبتيما إلى ورشتنا الحبيبة. طبعا الرجال هذا معروف بالتوظيف، فجبنا له السيارة اللي للأسف قفل فيها باستمين، وكنا محتارين فترة ما ندري شو نسوي. مرة نقول نوظب، مرة نقول لا نغير ماكينة، نشتري ماكينة مستوردة، والمستورد نخاف منها أحيانا وأحيانا لا. ومرة نقول نشتري موظب تشليح، لقينا كذا محل قطع غيار أصلية وشغل نظيف على كلام وضمان طيب، ولا أن ندور ماكينة تكون يعني نظيفة، موتر ناخذها منها. لكن ما أعتقد بلقى موديل 2013 ماكينة 2000 إلى 2015 أتوقع كانت موجودة، ولكن 2000 تجي على ستاندر، فمستحيل تلقى ستاندر ماكينتها نظيفة، حتى لو لقيت بتكون سعرها فلكي. فقررنا أن نوظب لأن ماكينتها ما قد فكت. فحاليا بنزل عند ورشة وننتظر على ما تخلص نشوف العلوم. طبعا أنا لو اني افكها صورت لكم التفاصيل، ولكن اللي فكر راعي الورشة فبنخلي له التفاصيل ويعطينا العلوم كل ابوها. طيب ونزل ماكينتها مثل ما تشوفون، الله يعوض. ولكن ان شاء الله عن توظيفه ثقة. لكن بوريكم شيء شفناه، تشوفون شيء غريب هنا، في شيء غريب. اعطونا العلوم. والله للأسف الدودة عندي خربانة، هي من قبل الجهة ثقيلة والجهة خفيفة، فغيرها ان شاء الله اموره زينة. لكن الماكينة نزلها نبي نشوفها الحين توظيفه شغله، باذن الله انها يعني يضبطها لاخر حدها. هذه بخاخاتها امورها زينة ان شاء الله. وهذه ماكينتنا، لا اله الا الله. هني عاد علومها مبينة، ومن الزيوت ومن جور اليالي عليها. طبعا نعم مفككينها العمود ان شاء الله سليم. والله بالراس الظاهر في المخرطة، لكن خلينا نتأكد وارجع لكم.
طبعا العامل يطقطق علينا يقول من حرارة رجلكم، لأن هذا ثاني موتر عندهم منزلينها الحين. الله يستر. هذا قشاشة في شنطتها الثلاجة، والقشاشة الباقي كله بو، حتى بطانة منزلة يعني وسيورها وعلومهم أكثرها مبيشرة. والله أنا بنشتري أكثر احنا طالعين. وهذا راس الماكينة حق الابتماع اللي ما قصر، فهي فيها بستمين قافلة. أنا ودي ألف بس ما ودي أحوس شغل العامل، على ما قلت خبز خبازة. على العموم نبي نشتغل عليها إن شاء الله وتزين أمورها. وهي والله ما قصرت، كملها والله يا الجارية الدنيا. مشت 500,000 الحين، جاها ما مشى لين قالت بس. نقول إن شاء الله إنها أبو 4 أيام 5 أيام وتخلص إن شاء الله، وناخذ العلوم الباقي السوا. طيب وبعد يومين جايين نشوف علومها اللي ما تغير شيء واضح، ولكن اللي إلى الحين يعني الناس منه يعني لها سلندر للأسف، فيبينا نتأكد. أعتقد إن ذا عمودها، خلينا بقرب أشوف وعقبها أعطيكم العلوم. سبر أول شيء يجيني أخذ علوم ويعطيني علومي. إيش رأيكم أخذ علوم ويعطيني علومي؟ شلون يعطيني علومي ما أدري، ولكن شوفوا أثار الليالي والأيام، شوفوا كيف بساتمها رايح تنعجينا. الله وكيلكم، لا إله إلا الله. طبعا يا الربع الماكينة للأسف اكتشفنا أنها قد فكت قبل، فهنا جايها مسح، وغير المسح اللي جايها شوفوا متآكل السلندر نفسه، متآكل من الماء. إن نعبيها موية زينة من تالي، وقبل قد جتها حرارة فكنت أعبيها موية زينة. وعندكم هنا متآكل، هذه اللي غيرناها معكم العام. وهنا مكان هذا مهندس، هذا مهندس كبير. صح، هذا محل الكوع. ايوه محل الكوع. الله هذا الكوع اللي غيرناه العام، والموصير ذي اكل من هنا. الله شوفوا متاكل كيف. ايوه عشان ما يجي تهريب مويه من هنا. هذه نهايه المويه، مويه البيت، هذه مويه الحنفيه نهايتها ذي. وشوفوا السلندر، انا ما كنت اتوقع انها توصل السلندر، ولكن وصلت، وهذا درس وتعلمناه. فوصلت للسلندر مثل ما تشوفون، فلازم ننطر السلندر كامل. الماكينه قد فكت، ما غير بساتمها، ولكن الحين احنا بننطر بساتم. العمود الحمد لله سليم، ما جاء خرط ما جاء شيء، فبنرجع عموده، ولكن البساتم بتتغير. والله يخالف ان شاء الله، ونوافيكم بعد ما يخلصون باذن الله. هذه ماكينتنا بعد ما شدت. طبعا عندنا بس هنا مكان البلف، يمكن ينظف بس اكثر من كذا ويضبط. طبعا ما غيرنا السلندر، ضبط اللهم لك الحمد. قدروا يلحمون ويصنفرون ويزين. فهذه ماكينتنا بعد ما شديناها، ونقول ان شاء الله بس باقي لها التركيب. طيب وهذه الماكينة طبقوها، وإن شاء الله أن أمورها زينة. طبعا عندي اللي هذا خربان، هو اللي يهرب موية ويسبب له حرارة، فجبت له لي بنركبه الحين، وإن شاء الله يطبقون الكبوت وشغل الموتر ونشوف علومه. طيب متخيلين أن القطعة دي يوم خميس الساعة 6 أو 7 المغرب رجعتني للرياض، اللي يبعد 40-50 كيلو عن الظلماء. فأخذناها الساعة الحين 9، لو ناقز ما لحقت الورشة، لو أطير ما لحقت. بنخليها إن شاء الله السبت نرجع له يطبقها بإذن الله. مثلا معين، أو إذا مريتها الليلة أول قابلة نزلت عنده، وهو السبت يطبق على راحته وأجي أستلم الموتر بإذن الله. فهذه واحدة من حفلات الابتماع. نشوفكم إن شاء الله إذا نزلتها ولا إذا جيت أستلم الموتر. فالسلام عليكم. طيب ورجعنا لكم بعد استخدام شهر وزود، يمكن استخدمناها في جميع أحوالها. جور، استخدام محترم، خطوط، طلعات، نزلات، تحميل، كل الاستخدام اللي كانت متعودة عليه خلال السنوات اللي كانت قبل معي جربته. إلا طبعا الخطوط الطويلة ما مسكناها بخط طويل، لأنها خلاص طاحت في يد أخوي مدلعها دوام بيت، مع عن دوامه حول 90 كيلو عن البيت. لكن هذا كله ما يهم، هي مشت الحين فوق 2000 كيلو اعتقد، ماني متأكد والله كم مشت. لكن اللهم لك الحمد، امور التوظيف ما في مثلها الى الحين، يعني ما واجهنا مشاكل، لا حرارة لا تقطيع ولا اي شيء. هي تفتفة بسيطة، اتوقع انها بواجي، لان ما اذكر متى انا غيرت بواجيها اصلا، ولا حتى مع التوظيف ما احنا متأكدين اذا مغيرين بواجي ولا لا. فاحتمال انها مشكلة بواجي بسيطة، نطلها بواجي وركب واجي جديدة. لكن من ناحية الضغط ثابت، الحرارة ثابتة على النص. يعني مثل ما قلت لكم ما واجهنا فيها أي مشكلة إلى الحين، ونقول إن شاء الله أن ما نواجه ولا نضطر أن نواجه مشاكل. لكن يا الربع
إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية سلسلة الأوبتيما، ولا أعتقد ولا ما أدري، ممكن في المستقبل ننزل عليها بسلسلة جديدة ما أدري، لكن إلى الحين هذه نهاية الأوبتيما. إلى أن يكتب الله شيء إن شاء الله نرجع لكم عاد بسلسلة جديدة فيها، ما أتوقع، لكن نقول يمكن، ما ندري وش يطلع علينا مستقبلا. لكن الربع إلى هنا وصلنا معكم إلى النهاية، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم.